أوكي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية في هذا اللقاء الشيق مع حضرة القس دانيال شمعون الذي هو يطرح لنا اليوم أطروحة ثانية مما طرحناه قبلا أو سابقا عن اللغة الآرامية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اللغة الآرامية وكيف هي ترعرعت في كل هذه الأجيال ووصلت إلينا بهذه الطريقة. وتكلمنا أيضا عن الانشقاقات التي كانت موجودة ضمن هذه اللغة، إذ وهي الأشورية والكلدانية والسريانية. اليوم حضرة الأب سيتكلم عن القواعد لهذه اللغة، كيف ترعرعت هذه اللغة قواعديا وكتابة، وكيف كان تأثيرها على الناس. وسوف نأتي إلى زمننا هذا ونرى ما هو تأثير هذه اللغة قواعديا على المجتمعات الموجودة الذين يدعون أنهم ينتمون إلى هذه اللغة. دعونا نرحب بالأب دانيال مرة ثانية. أهلا وسهلا بك أبونا دانيال في هذا اللقاء، وتشرفنا بلقائك معنا مرة ثانية. أشكرك أستاذ آدم على هذه الفرصة السعيدة، ويسعدني جدا أن أكون معك ونتكلم سويا عن هذه الأمور التي تهم جمع غفير من أبناء أبناء شعبنا بجميع انتماءاته الطائفية والجغرافية. إذا أبونا، يوجد هناك أسئلة كثيرة متعلقة من ناحية هذه اللغة. نحن تكلمنا في الحلقة السابقة كيف ترعرعت وكيف وصلت إلينا هذه اللغة. اليوم نريد أن نتطرق ما مدى تأثير هذه اللغة قواعديا على الشعب. نبتدئ ابتداء من قديما ونتدرج قليلا شيئا فشيء إلى أيامنا هذه. اللغة نعرف أن هناك حروف، إذ قلنا أشورية أو آرامية، سميها مثل ما تشاء، لكن هذه الحروف استخدمت في الكنائس، استخدمت لترجمة الكتاب المقدس. ما هو رأيك؟ كيف وصلت هذه الحروف إلينا؟ نعم. طبعا كما قلنا سابقا أنه كل الأمور هذه حصلت تدريجيا. فبينما كانت شعوب الشرق الأوسط بمختلف تسمياتها تستعمل الكتابة المسمارية المسمات بالمسمارية لأنه تشبه المسامير كما قلنا، والتي استعملها السومريون والأكديون والبابليون والآشوريون والآراميون في كتابتهم. بعد ذلك عندما قسم من هذه الشعوب المسمات بالفينيقية، الشعب الفينيقي كما قلنا الذي كان يعيش حسب ما يقولون طبعا المؤرخين، لأن هذه أمور كلها قديمة، هي تاريخية، هي لا نستطيع أن نجزم 100% بها، لأنه هذه تعتمد على المعلومات التي تصلنا والمعلومات التي نأخذ منها هذه الأمور هي عن طريق الألواح الموجودة الآن والمحفوظة في كثير من المتاحف والجامعات في العالم، والتي طبعا أخذت أو وجدت في أثناء التنقيبات الأثرية في منطقة الشرق الأوسط. فالآن نحن نعلم أن الفينيقيين هم الذين ابتدعوا أو ابتكروا الحرف، لأنه قلنا قبل كانت الكتابة المسمارية تعطينا مقاطع، ليس حروف، مقاطع من الكلمة. ولكن عندما اخوتنا الفينيقيين ابتدعوا أو ابتكروا الحرف، عند ذلك تحول، صارت طفرة كبيرة في الكتابة. وهذه الحروف طبعا أخذوها الآراميين كما قلنا، الذي كان شعبا صغيرا يعيش في منطقة دمشق، أخذ هذه الحروف وكتب لغته، لأن اللغة الآرامية حقيقة في تلك الحقبة اللي كانت تقريبا 600 قبل المسيح كانت متقدمة كلغة طبعا على بقية اللغات. فأخذوا
كتبوا بها لغتهم وطوروا الحروف وحوروها أكثر، جعلوها تكون أكثر عملية وكتبوا هذه. وكما قلنا أنه الإمبراطورية الأشورية التي كانت تسيطر على كل المنطقة طبعا أخذت هذه، تبنت هذه الحروف وهذه اللغة بجانب اللغة المسمارية والأكدية الأصلي، أكدية الأصل، والتي كانت الإمبراطورية الأشورية تستعملها، والتي تسمى أشورية لأن هي التي كانت تسيطر طبعا، هي كانت الدولة كان اسمها أشورية، فاعتبرت أيضا سميت بالأشورية. بالرغم من أنه في الإمبراطورية الأشورية كان تعيش شعوب مختلفة الحقيقة، شعوب أتت وهاجرت وبقت وقسم اندثرت، شعوب كثيرة، فاستعملوا هذه اللغة بجانب اللغة الأكدية المكتوبة بالمسماري. فيقال أنه كما قلت سابقا، يقال طبعا أنه إلى 240 قبل المسيح، سنة 240 قبل المسيح، كانت هناك غلبة للغة الآرامية في ذلك الوقت، ولكن المعلومات الخاصة بالفلك والتنجيم كانت بعده تكتب بالمسماري بالأكدية، يعني حسب ما طبعا يقول لنا علماء الآثار الذين عثروا على هذه الألواح. ولكن طبعا بالتدريج اندثرت هي اللغة المسمارية وحلت محلها هذه اللغة التي كانت بس عفوا تستعمل للمقاطعة، ايوه الحروف الاراميه ليس منها الاتيه من الفينيقيه. عفوا للمقاطعة أبونا. نعم. سؤال، من هو يعني بالتحديد من هو الذي وضع هذه الحروف؟ لا نعرف اسم الشخص، ولكن نعرف أنه في هذا الفينيقيين الذين كانوا يعيشون على شاطئ البحر المتوسط بين صيدا وبيروت في هذه المنطقة، واللي أيضا في وقت ما ذهبوا بالبواخر إلى سفن يعني، واحتلوا حتى تونس وجزائر وهذه وشواطئ نعم. أوكي. المهم فهذه صارت هيك واستعملوا هالشيء. فطبعا الجانب الشرقي نقول من الفرات، حسب ما جانب الفرات، الشعوب هذه استعملت ايضا الحروف الاراميه، خلينا نسميها لانها تطورت الى اراميه فينيقيه، استعملوها حتى في كتابه اللغه الاكديه، لغتهم الحقيقيه. مع طبعا مع تاثروا كثيرا باللغه الاراميه، واخذوا ايضا مفردات كثيره من اللغه الاراميه، فصار خليط بين الاكديه والاراميه. حتى يومنا هذا نحن نستعمل كثير من الكلمات الأكدية مع الكلمات الآرامية. حلو. أوكي. فهذه سميناها بعدين نحن سميناها أشورية، قسم سموها كلدانية، قسم سموها سريانية، قسم بقى سموها آرامية. المهم تسمية كل واحد طبعا كل شعب كان يسميها حسب ثقته الجغرافية. نستطيع أن نقول إنه الحروف هي اليوم الحروف الموجودة التي يستخدمها الآشوريين والسريان والكلدان، هل هي ذات الحروف التي استخدمت يوما ما في الماضي؟ لا طبعا تطورت، حوروها أيضا، كل واحد من هالشعوب هذه حورها. هسه نحن على شرق الفرات الكلدان والآشوريين عملناها، وصلت لنا بشكلين، شكل نسميه الكبير أو سترانجيلو، وشكل آخر نسميه الاعتيادي اعتيادايا، هذه البسيط أو البسيط، فنستخدمها إلى يومنا هذا. ولكن أيضا أخوتنا السريان يعني الغربيين الذين كانوا يعيشون غرب الفرات استعملوا أيضا، هم عندهم سترانجيلا وبشيطة هذه، لكن كليهما مختلفان عن الشرقيين. مختلف. ايه مختلف. ففي بالنتيجة اليوم هناك 4 أنواع من الحروف، 4 أنواع، 2 شرقية و2 غربية. اوكي. سؤال أبونا، سؤال أبونا، هل هذه الحروف تأثر بها جوار المنطقة؟ يعني هل يوجد هناك لغة ثانية استنبطت من هذه الحروف لغتها؟ نعم استخدم الفرس
الفرس لفترة كبيرة استخدموا هذه الحروف في كتابة لغتهم، ليست اللغة الآرامية أو الآشوري، لغتهم كتبوها بهذه الحروف. والعربية؟ وأيضا أزيدك علما، وهذا شيء أكيد يعني هو لأنه متأخر، يعني من سنة 635 ميلادية عندما ذهبت أول إرسالية تبشيرية في تاريخ المسيحية من بلاد بين النهرين أو بلاد بيت نهرين الرافدين نعم. إلى الصين الوسطى، إلى الصين، هي معروفة، هو في حجر إلى اليوم قائم، يعني مسلة أو نصب تذكاري موجود هو إلى اليوم، في يسموه نصب سيانغ فو في الصين، موجود مكتوب أسماء تلك الإرسالية الأولى، كان 70 نفر مكتوب عليها أسمائهم بالحروف الآشورية الكلدانية السريانية الشرقية، وزائدا بالكتابة الصينية نعم. مقابل أحدهم، موجودة إلى يومنا هذا. والعربية، ماذا نقول عن العربية؟ هل العربية انشقت من الآرامية؟ حسب رأيي، حسب ما أنا يعني حسب معلوماتي من دراساتي الطويلة، أنه نعم كان في هناك آرامية قديمة، نسميها آرامية قديمة أقدم من الآرامية، أو هيك خلينا نسميها، ما أعرف أي لغة، يعني لغة سامية، خلينا نسميها لغة سامية، التي هي صارت أعطت مكان وجود للغة الآرامية واللغة العربية واللغة العبرية واللغة اليهودية يعني، واللغة التجرينية مثل ما قلت هذيك المرة، نعم. تجرينية، واللغة أخرى، 5 لغات هي صارت شو اسمه يعني مصدر لهذه اللغات. فنقدر نقول بنوع من أنواع أنه هذه اللغات هي أخوات لبعضها، لهم واحدة هي سامية، اللغة السامية القديمة. سامية. لكن أنا سؤالي هو كان لماذا أنا سألتك إنه العربية هل انشقت من الآرامية؟ لأنه الحروف العربية التي استخدمت في البداية، يعني في القرن السادس والسابع، كان هناك الخط الكوفي والخط الحجازي. هذه الخطوط هي لها شبه كثير يعني جدا مع الحروف الآرامية أو الحروف نعم التي تستخدم القديمة، اليوم. صح القديمة، صح، نعم. لا مو اللي فعندما يستعمل اليوم، القديمة لا يعني. القديمة، إيه. نعم، أنا إيه. آسف، القديمة. لكن أنا لماذا تطرقت لهذا الموضوع؟ لأنه الحروف التي كانت بغير تنقيط في زمن القرن السادس والسابع، الحروف العربية، كانت هي ذاتها الآرامية يعني تقريبا. يا ممكن يعني تشبه طبعا، الخبراء ممكن يستنبطون، يشوفون يعني يقارنوها ويطلعون الشبه فيها. طبعا مو سهل يعني، مو لي اول وهله واحد هيك يجي يقدر، لا صعب، انا بحاول يعني كثير انه عمل، الا بالتمحيص الكثير فواحد يقدر يقول هذا الحرف ده يوازي الحرف الفلاني، صحيح. يشبه فلان، هيك موجودة ولماذا هذه، يعني؟ لأنه على نعم. علمك أنه حتى اللغة الآرامية بكل تفرعاتها إلى الجيل السابع بعد الميلاد ما كان لها نقاط، ما كانت ما كان منقطة. فيها، ما كانت منقطة. نعم، بالجيل السابع الميلادي تنقطت، صارت هالنقاط، يعني هالحركات ما كان تكتب فقط بالكونسونانت، يعني بالساكنه، بالحروف الساكنه فقط كانت تستخدم، ما كانت حركات، ما فيها فاولز، ما فيها. أنا فبعدين أبونا عفوا، أنا ليش سألتك على العربية؟ لماذا سألتك على العربية؟ لأنه في جزيرة العرب في ذلك الزمان، في القرون القرن السادس والسابع، كان هناك تأثير قوي من السريانية على المجتمع الذي كان يعيش في جزيرة العرب. يعني حتى في التراث الإسلامي يعني يوجد هناك كلمات كثيرة جدا لا حصر لها وهي سريانية. يقولون العلماء اليوم إنها كلمات سريانية، ولهذا السبب حتى المفسرين كانوا يحتارون كيف يفسرون هذه الكلمات. إلا إذا صحيح، ذهبت للغة السريانية تستطيع أن تفسر هذه الكلمات. نعم صحيح. هذا الشيء الذي أنا أخذني أن أفكر أنه ممكن تكون اللغة العربية هي منشقة من اللغة الآرامية.
وهذا يعني سألتك عنه أنت. أنا ما أقدر أقول منشقة من اللغة الآرامية، ولكن مثل ما قلت لك أنه اثنيناتهم عندهم نفس الأصل، نفس المصدر اللي هي لغة سامية. لذلك هناك تقريبا 45% من الكلمات المشابهة بين كل هذه اللغات اللي ذكرتها أنا. نعم نعم نعم. كلمات مشابهة. أما النحو، أما الاشتقاقات، فهي طبعا كل لغة عندها خصوصيتها في هذا الشيء. نعم. لكن أنا أيدك بأنه هناك كثير من الكلمات اللي هي سريانية واللي بطلت تستخدم بالعربية وقتها، لكن هي لغة سريانية ظهرت كثير في القرآن. حتى أنه أنا نعم. أصدقائي يقولون أنه لا، نحن مرت هذا القرآن مو هو عربي، إنما هو أكثر سرياني، وما العرب من العرب جاي، إنما كتبوه غير العرب. يعني حتى إلى هالدرجة. طبعا أنا ما أقدر أجزم في هذا الأمر، حتى كلمة قرآن أو كلمة سورة يعني لا تفهم إلا في هذه اللغة السريانية أو الآرامية. سورة يعني جزء، هي سورة هي يعني جاية من جزء. السورة، والسورة هي جاية من صفرة، وبالغربية صفرو، يعني كتاب. لا كتاب. يعني لا كتاب. إلى هسه نحن طبعا بالشرقية نحن سوينا بي، الفاء سويناها باء، فما عندنا فاء في لغتنا. بعدين استنبطت في الشرقية بي، كانت بي. فإلى هسه نحن لما نتكلم ونكتب يعني من سابقا قديما وحديثا، الكتاب سميه سبرة كان. نعم. وهل كثاوة ولكن صبرة مثلا صبرة مبقانا، يعني صفر الخروج. صفر. ماذا عن كلمة قرآن؟ يعني بعض العلماء يقولون القرآن طبعا هي قريانة. نعم قريانة. إلى اليوم نحن عندنا في الطقوس كنيسة المشرق سواء كلدانية أو آشورية، عندنا هاي كتاب مجموع فيه بعض النصوص من الكتاب المقدس، يقرأ أثناء المراسيم عند مكانته في القراءة. نسميه كتاب قريانة صح. يعني قراءات من الكتاب المقدس، لأنه حتى كلمة طبعا يعني قبل القرآن هذا الشيء موجود. يعني حتى كلمة قرآن إذا ننسبها إلى اللغة العربية يعني أنا أشوفها لا تستقيم، لأنه لا يوجد هذه الكلمة في اللغة العربية. أكيد وهذا الشيء منتهي منه. يعني كثير من المفسرين واللغويين العرب يعترفون بهالشيء هذا، وكثير من الكلمات الأخرى موجودة حقيقة في القرآن. أما في الأدب العربي القديم ما نعرف، لأنه ما عندنا كثير أمور قبل القرآن، ما عندنا كثير كتابات. هي لو نرجع إلى الكتابة الحجازية ومثل ما قلت والكوفية والخط الكوفي، خط الحجازي، ففيه طبعا شبه كثير مثل ما قلت، وكلمات أيضا موجودة، هذه معروفة. نعم. لو نرجع نحن إلى موضوعنا، هو أنه اللغة الكتابة أو الحروف الآرامية نسميها أيضا تطورت مثل ما قلت، وصارت شقين، يعني شق شرقي وشق غربي بالنسبة إلى الفرات يعني موجود، وإلى اليوم مستمرة هذه. وأيضا يقال أنه للطائفية كان لها تأثير في هالأمر هذا، يعني في نشوء هالأمر. الطائفية أعني بها طائفية، الطائفتين المسيحيتين، الشرقيين كانوا نساطرة يسمون، والغربيين كانوا يعاقبة يسموهم. أوكي. النساطرة واليعاقبة. نساطرة يعني نسبة إلى نسطورس اللي كنيسة المشرق، المشرق اليوم، واليعاقبة اليعقوبيين نسبة إلى يعقوب البرادعي. اليعقوب البرادعي هو كان يعقوب بردعاية، كان هو الذي رفع علم المونوفيزية. المذهب المسيحي المونوفيزي، يعني الطبيعة الواحدة، المعترف بالطبيعة الواحدة الإلهية وليس الإنسانية. فهو كان هذه، فسموا الذين اتبعوا هذا المذهب. شوف المذهب مذاهب، مثل ما حكيت هذيك المرة، أولا صار مذهب، بعدين كل مذهب صار له أتباع، وكل مذهب صار له تنظيم هرمي، فصارت طائفة لنفسها. فهالشيء هذا صار في كل الكنائس، حتى الكنيسة الرومانية اللي هي
المذهب الكاثوليكي لها هي نفس الكاثوليكي، الشيء نعم، صح يطبق عليه. صح وأنا في صدد أن أعمل حلقة حول هذه الأمور بإذن الله إذا الله صح. أراد. نرجع إلى هذه، فيقال أنه حتى في رسم الحروف هذه المختلفة لعبت الدور الطائفي، لأنه اليعقوبية والنسطورية كانت كثير مناقضة لبعضها البعض كثير. كان في تنافر بينهم. تنافر من ماذا؟ من ماذا؟ الطائفة لعبت دور أكثر بإبعادهم عن بعض. من ماذا تنافر أبونا؟ يعني تنافر من ناحية الدين؟ عقيدة، من ناحية المذهب يعني. الدين يعني بسبب المذهب. يعني دين، المذهب لأنه يعني كان دين. على طرفي نقيض. هذول يقولون أنه طبيعة واحدة فقط في المسيحية الإلهية الإنسانية ذابت معها، وبعدين صار تطور في سنين لاحقة هناك قالوا لا، هي مو هي مونوفيزية، إنما ميتافيزية، ميافيزية. يعني قالوا أنه صار التحام بين الطبيعة الإلهية والبشرية في يسوع المسيح. يعني وحدث مثل ما يقولون شوف هذا مهمة، بس هاي مهمة. شوف نعم. يقولون ونتج عن ذلك ثالث ما، باللغة اللاتينية موجود تيرسيوم كويت، ثالث ما هو ثالث؟ طبيعة أخرى ثالثة لا نعرف. هاي أيضا هذه طلعت، يعني كان أرادوا أنه شوية يخففون من المونوفيزية فعملوا هذه. يعني هذه كان صيغة توافقية صارت سنة 449 بعد 431 449 أرادوا أن يوفقوا بين الاثنين، فصارت هالشيء هذا. فهذه كلها اثنيناتهم هي مناقضة لما كان السريان، الآشوريين، الكلدان، الشرقيين، شرق الفرات، اللي كان يعتقدون به، وكانوا على مذهب النسطوري يسموهم. كان ذاك بالعكس، كان في تأكيد على الطبيعة البشرية للمسيح والطبيعة الإلهية للمسيح، طبيعتان كاملتان. يقال أنه المسيح إنسان كامل وإله كامل، وهذين فقالوا طبعا. من كان يقول هذا؟ النسطورية؟ شوف بس النسطورية تقول هذا الكلام؟ فكرة تكمل. إلى اليوم الغربيين يتهمون نحن الشرقيين بأننا نعترف بمسيحين مختلفين، واحد إنسان واحد إله. حتى يقولون مشيحوا أله. وأنا سمعتها هون في السويد من واحد شماس هذه وانصدمت. شيء كيف كذا؟ انتم تقولون مشيحوا أله، يعني المسيح هو مسيح والله هو الله، شيئين مختلفين يعني. المهم فقلت لا، ما فيها الشيء هذا، ولكن نحن نعترف بأنه الطبيعة البشرية للمسيح بعد اتحادها مع الطبيعة الإلهية لم تنصهر. يعني شخصية المسيح الإنسانية موجودة، بدليل طبعا الأناجيل تقدم لنا شخصية المسيح الإنسانية، فأكل وشرب، الله يأكل ويشرب، إنسان كامل كان. لهذا صار عداء. تعرف دائما يعني حتى اليوم يعني العقائد أو الإيديولوجيات تؤدي إلى أنه شعب واحد يكون ضد الآخر. أثر على اللغة أبونا هذا العداء وهذا الشق الفكري، هذا الانفصال الفكري أثر على اللغة؟ طبعا حاولوا كل واحد أنه أكثر يبتعدون حتى باللغة حتى لا يكونون قريبين عن بعضهم. شفت شلون؟ فبدأ هذه. نحن هسه مثلا يعني لو تركنا الماضي وتركنا هاي الاشياء في الماضي لنتطرق الحاضر الموجود عندنا، وهذه اللغه الموجوده بين ايدينا كتابه ولفظا وقراءه، يعني اللغه بكل نواحيها. هل هذه اللغه لها تاثير ايجابي على هذه القوميات الثلاثه؟ طبعا اللغه ساعدت الى تطوير الفكر اكثر، تطوير الثقافة، الأدب. تمام. لكن لا يوجد مدارس. كانت في مدارس، نعم. شوف هسه لو نجي على الزمن الحديث، نقدر نقول يعني بعد الانقسامات صار واخذت كل من هالطائفتين طريقها، وبدأت تطور مفاهيمها وأفكارها وطقوسها ونظامها. فطبعا اللغة
لعبت دور، لأن بدون لغة ما كانوا يقدروا يعملوا كل هالصرح الثقافي. تمام. هي اللغة هي أصل هالأمور هذه، إذا ما في لغة كويسة ما في. واللغة تتأثر بمستوى ثقافي لشعب ما، وهي تؤثر عليه وتتأثر به. تمام. وأنا هذه قايلها في مقدمة كتابي وكاتبها هون، كنت أريد أقولها هسه، أنه اللغة هي شيء حي يتأثر بظروف المعاشية الذي يعيشها شعب ما الذي يتكلم بها. فطبعا لهذا لو نجي نحن على لغتنا الشرقية، الآرامية الشرقية والآشورية والكلدانية، نشوف أنه هناك مرت هذه اللغة بفترات من الازدهار وفترات من الانكماش والجمود. وهذه الفترات هي كانت كلها تبعا لظروف التي كان يعيشها الشعب هذا. فمثلا نحن من الجيل الأول المسيحية ازدهرت اللغة هذه، حتى مثل ما أنت تفضلت أنه كتب بها الكتاب المقدس، ترجم إليها سنة 350، حتى قبل اللاتينية ترجم لها هذا الكتاب المقدس كامل بالعهدي القديم والحديث، واللي سمي بشطة لأنه كان لغة بسيطة. بشطة يعني والاسكندراني أيضا. أيوة. الترجمة الاسكندرانية كانت السريانية أيضا. أيوة. فكان تسمى هذه بشطة، كان نسميها نحن يعني البسيطة، بلغة بسيطة يفهمها الناس ذاك الوقت. الترجمة الهرقلية السريانية لماذا سميت بالهرقلية؟ هاي ما عندي معلومة بها. هذه ترجمة تعود إلى القرن الخامس الميلادي. هاي متأخرة طبعا، نحن ترجمتنا هي نصف القرن الرابع يعني. فهذه الترجمة بشطة التي مثل ما قلت أنت في الحلقة السابقة أنه هي من إحدى الترجمات المعتمد عليها في طبعا صحيح. أوكي مع اللاتينية واليونانية. صح. أوكي. فهذه صارت هالشكل. شوف أنه كانت مزدهرة جدا، ازدهرت يعني حتى في بعد الغزو الإسلامي والعربي الإسلامي للشام والعراق وغيرها، بقد يعني هذه كان مشهد يعني. نحن مثل ما قلنا أنه أول إرسالية تبشيرية كانت سنة 635، ذاك الوقت كان بدأ الغزو الإسلامي للعراق وهذه البلاد الرافدين والشام. أيوة. فبس مع ذلك كان بس بعدين تدريجيا قامت اللغة العربية بعد ما أخذوا الكتاب والمفكرين العرب والملوك، أخذوا استفادوا من اللغة هذه نسميها آشورية سريانية، بدليل أنه مترجمين الذين ترجموا أعمال الفلاسفة اليونان من اليوناني إلى العربي كانوا من النساطرة، يسموهم نساطرة، كانوا يسموهم النساطرة يعني هم الشرقيين يعني اللي هم تابعين للكنيسة النسطورية ولا تسمى اليوم كنيسة المشرق. أوكي. صح. فهم الذي ترجموهم. بس بعد ذلك تدريجيا بدأوا يطمسون معالم اللغة هذه الشرقية السريانية الشرقية والعاشورية نسميها العرب طبعا، وبدأوا يعطون أكثر للغة العربية ثقل. فتدريجيا طبعا اللغة العربية غطت وسيطرت على جميع مرافقها، ولكن بقت اللغة الآشورية الكلدانية السريانية بقت في الأديرة والكنائس. تعلم والكنائس تعلم. نعم، حافظوا عليها، كان عندنا مدارس، بدليل أنه خاصة نحن الشرقيين حسب بشهادة كل المؤرخين الشرقيين كانوا نشيطين جدا في مسألة تأسيس المدارس وتعليم اللغة والتطبيب بالحشائش. هذه كانت موجودة بالأديرة جدا هذه، وأيضا قسم من الفلك وما فلك الأمور هذه التنجيمية كان مستمرة. حتى من راحوا هالإرسالية التبشيرية للصين ودوا معاهم حشائش، والصين اليوم مزدهرة طبعا، معروف أنه الصين ازدهرت بقضية المعالجة بالحشائش بالطبيعي طبيعي. هاي يقال بفضل هؤلاء المبشرين التي ذهبوا وأخذوا معهم
نعم. ومكتوبة في كتب عندي أنا باللغة الإنجليزية هذه، أنه يقال أنه كان الصينيين لهم مرض البطن كثير شائع بيناتهم، فودوا لهم هذا عرق السوس هذه، فكان يغلوه وينطوه وانتصروا على وتغلبوا على هذا المرض في الصين. المهم فصار هناك أيضا هالأمور، وكل مكان راحوا كان يأسسون الأديرة والمدارس والكنائس دائما، مدارس كنائس، بحيث أنه كثير من الشعوب آسيا الوسطى والشرق آسيا صاروا مسيحيين وتابعين لكنيسة الأسطورية والمشرق، كنيسة المشرق. طبعا هم ما كانوا أشوريين، هم كانوا من الويغور اللي اليوم لهم مشكلة، بعدين صاروا مسلمين طبعا بالسيف لما راح الإسلام هناك بعد ذلك بمئات السنين. الويغور الموجودين اليوم في الصين واللي عندهم مشاكل صينيين معهم، لأنه يريدون أنه يستقلون وهذه لغتهم، والصين تحاول أنه تدمجهم في المجتمع الصيني، وهناك مشاكل معروفة صحيح. أخبار دائما تذكرنا عنهم، اللي شيانجينغ، منطقتهم شيانجينغ يسموها، والويغور. وهذول الويغور أصبحوا كلهم كانوا مسيحيين، حتى نحن مذكورين في كتب الصلوات عندنا القديمة، بس بالوقت الحاضر الكنيسة أسمائهم مذكورة، الويغور الذين أيضا أتوا للمسيح، وهذه بس هم ليسوا مسيحيين بالوقت الحاضر. نعم، لا استسلم، صاروا مسلمين صاروا مسلمين بعدين بالسيف. قبل فترة قصيرة اضطهدوا أيضا يعني. نعم، مضطهدين إلى اليوم على أساس من الصينيين. كانوا مضطهدين صحيح. فهذول والتتار، شوف التتار، الويغور، الطاجيك والأوزبك والتركمان، هذول كلهم كان بهم كنيسة المشرق، صاروا مسيحيين. كان فيها أديرة ومدارس دائما. شوف أديرة مدارس دائما هاي موجودة. سؤال إلى الجيل الرابع، شوف إلى الجيل الرابع عشر، من جيل السابع إلى الجيل الرابع عشر. في الجيل الرابع عشر تقريبا صارت نكسة كبيرة وقطعت أخبارهم عن مركزهم في بغداد، اللي كانت كنيسة المشرق مركزها كان في بغداد. نعم. حتى أننا في الجيل الثاني عشر هناك عندنا بطريرك رئيس كنيسة، هو كان صيني. كان صيني اسمه اسمه موجود إلى هسه عندنا في سلسلة البطاركة صيني. هذا شلون صار؟ هذا جاء لزيارة المقر البطريركي من الصين مع صديقه راهب، كان طبعا مع صديقه راهب صليبة، كان جاء معه على اساس جوا يعملون حاج الى مقر الكنيسه ويزورون البطريرك ويتبركون منه. في وجودهم، اثناء وجودهم هناك، البطريرك في ذلك الزمان توفى. لما توفى البطريرك طبعا كانوا يجتمعون الرؤساء وهذه حتى ينتخبون بطريرك جديد. فما اعرف شلون انه وقع اختيارهم على ربان هذا يؤالها، كان اسمه يؤالها بالاشوريه الاراميه، يعني عطله بالضبط عربي، عطله. فهذا انتخبوه هو وصار بطريرك. يؤالها بطريرك الصيني كان. سؤال ابونا، سؤال لك، سؤال نعم. شخصي لك. بما انه انت كنت راعي كنيسه ولسنين طويله، وبما انه انت في الوقت الحاضر عندك معرفه واسعه جدا في اللغه الاشوريه المعاصره، وعندك قناه وتكتب ايضا وتكتب قواعد، هل انت كنت تتعلم او هل كان لديك مجال في تعليم اللغه الاشوريه من ضمن الطقس الكنسي؟ طبعا، إحدى مهمات كل كنيسة، كل راعي كنيسة، هي أن يعلم اللغة، لأنه ما في مجال آخر إلا في هذه. يعني كيف كان يعلم؟ كان هناك نعلم بالصيف 3 أشهر، الصيف اللي كان فيها الطلاب هم في عطلة، يومية 4 دروس كان عندنا، يومية 4 دروس في الصبح في الكنيسة من الساعة 8 إلى الساعة 12 في دروس. نعم في كل الكنائس تقريبا. فأنا نفسي كان عندي في منطقة في دهوك كل سنة هذه، وكان عندي اللي علمتهم طبعا شابات كان هم يعلمون، كان عندنا تقريبا 11 صف
عندنا 200 300 طالب كل سنه بالصيف حلو. تعلموا اللغه، ومنهم بعد ما صارت الانتفاضه في شمال العراق، هذه الكردستان اللي سميناها هسه، اللي صار بها حكم ذاتي، وهذه واللي انطوا الحقوق الثقافيه للناطقين بالسريانيه، يسموهم هناك من اشوريين كلدان سريان. واليوم صارت مدارس رسميه، فعندنا صارت من سنه 92 بدأت من الصف الأول، بعدين ثاني ثالث رابع إلى الثاني عشر. اليوم نحن عندنا مدارس رسمية في شمال العراق في دهوك وأربيل، هي مدارس تعلم كل المواد حتى الفيزياء والكيمياء باللغة هذه، باللغة الآشورية. مدرسة رسمية؟ نعم، مدرسة رسمية بجانب اللغة العربية، درس في اللغة العربية ودرس في اللغة الإنجليزية. والطلاب الذين يتخرجون من هذه المدارس، طبعا مدارس أهلية هي، ولكن حكومية يعني مدعوم من وزارة التربية هناك. فهذا والطلاب اللي يتخرجون يروحون للجامعات وهم من المتفوقين. نعم، إلى اليوم. وطبعا في السنين الأخيرة بدأ قسم يحاولون يحاربوها بأشتى الطرق طبعا. يحاربون الآن هناك سؤال يطرح نفسه مرة ثانية. بما أنه هي قواعد اللغة هي واحدة، وبما أنه هي الحروف هي واحدة، لماذا عندما يقرأ الآشوري لفظه يختلف عن الكلداني والسرياني والعكس الصحيح؟ نعم بالضبط. لماذا؟ هو اللفظ في الكلدان والآشوريين يعني ما في اختلاف إلا في نطق حرفين، حرف الحاء. نعم. الآشوريين يلفظوا خاء، حاء، وحرف العين نحن ما نلفظه كثير من الحلق جوا، نسوي بالكلمة. لكن لما نقرأ الآشوري القديم أو الأرامي ايش ما يسموه، لا نقراها عين كما هي. أما الخاء دائما، الحاء دائما نقراها خاء. يعني هي هذا فقط الفرق بين الكلدان والآشوريين. يعني أعطيك مثلا ايتا، يقولون ايتا ولا عيتا؟ هي لما نقرا بالرسمي نسميه قشمه، يعني النحوي نقول عيتا، ولكن بالكلام نقول ايتا. لكن القراءة لا، كتابة هي عيتا، العين. نعم عيتا هي، نعم. باقي لها هسه انا في كتابي هي عي. بس اقول سويت الملاحظه انه نحن الاشوريين العي ما نلفظها كثير قويه، نسميها نسويها كالف كهمزه مضخمه وينطبق نفس الشيء على تشعيته ولا تشعيته؟ ايوه تشعيته، نسميه تشعيته. من قال تشعيته نسميها تشعيته، نخففها شوي. ولكن هي كتابة تشعيته نفسها هي عين، ما ممكن نغير الحرف. لا. ماذا عن السريان؟ السريان يلفظوها نفس الشيء؟ السريان طبعا اللهجة السريانية أو اللفظة السريانية أو الغربية هي مثل ما قلنا سابقا، هناك يختلف تختلف أيضا الحركات تختلف. أما في نحن بين الآشوريين كلدان يعني شرق فرات نفس الحركات كلها وأساميها وأصواتها، لكن في الغربية أصوات الحركات الحروف تختلف، حتى حركات لما بدأت نحن نقاط نخليه، هم أخذوا أخذوا الفاولز يعني فوكاليس، يعني الحروف شو سميها فاولز، فوكال الحركات، أخذوا الحركات اللغة اليونانية يرسموها صغير فوق الحروف. اللغة اليونانية، الكتابة اليونانية تتصور إلى هالدرجة، حتى لا يحطوا النقاط مثلنا، لا يصير حتى يكون اختلاف. فإلى اليوم هم عندهم، وهذا عن رسم الحركات. أما لفظ الحركات فهناك فرق بين اللفظ كل ما هناك هم يسووا او، واللفظ والاي ما يلفظ قليل جدا عندهم، يسووها اي يسووها اي، فيقولوا اي اكثر يلفظوها اي. نحن عندنا طبعا 7 حركات، 5 رئيسيه، وهي سقافه، واي زلامه نسميها، او رواخه،
والكلداني يسموه رواحة، هي نفس رواحة. رواحة. وأو هي رواسة، وإي هي خواسة. هاي 5 الأولتين لها نوتين مختلفتين، ممكن تكون طويلة أو قصيرة. طويلة طويلة، أو قصيرة. وهذه طبعا تأثر في القواعد، أنا شارحها في كتابي كثير. وكذلك طويلة قصيرة. نعم. السريان ما عندهم هذه القصيرة والطويلة، عندهم هال5، ورسومها هي يستعملون نفس الحركات الكتابة اليونانية، يخلوها فوق الحروف هذه أو تحت فوقها. سؤال أبونا، هناك سؤال. قبل قليل أنت قلت أنه كان هناك انشقاق فكر ديني بين النساطرة واليعقوبيين، وبما أن اللغة كانت هي واحدة لكن الفكر كان منقسم، كان هناك انقسام ديني. اليوم أيضا موجود الانقسام الديني بين السريان والكلدان والآشوريين. يعني الكلدان يسموهم إقليباي لأنهم هم ليسوا بعد من كنيسة المشرق، هم تبع الكاثوليك في الوقت الحاضر. هل هذا الانقسام الديني أثر على اللغة، أو أثر رجال الدين أثروا على طوائفهم بحيث الانشقاق يكون أكثر واسع؟ نعم، طبيعي، بالطبيعة، يعني تلقائيا صار هالشيء هذا. يعني عندما قسم من أبناء كنيسة المشرق في الجيل السادس عشر سنة 1555 صاروا كاثوليك، يعني غيروا المذهب. شوف اكو فرق بين مذهب وطائفة، قومية، لغة، تمام، كلها امور لازم نخلطها. نحن كثير من جماعتنا يخلطون بين هالامور هذه، لازم لا نخلط والا تضيع المسألة. لما قسم من ابناء كنيسة المشرق النسطورية المسمات كنيسة النسطورية الى وقت قريب، صاروا أخذوا المذهب الكاثوليكي بتأثير من المبشرين الكاثوليك الذين بدأوا يأتون إلى الشرق في القرن السادس عشر من العثمانيين. الدولة العثمانية بدأوا يأتون وبدأوا يبشرون، لا يبشرون، هم كان أصل فكرتهم أنه يروحون يبشرون غير المسيحيين ليكونوا مسيحيين. لكن عندما جاءوا إلى الإمبراطورية العثمانية، طبعا بالإمبراطورية العثمانية كان ممنوع التبشير بالمسيحية، ممنوع. يعني يمكن واحد كان يشنقوه يخلوه على الخازوق كان. نعم، هيك عندهم هاي طريقة خازوقها العثمانيين فظيعة. موجودة، أنا عندي كثير وثائق. صح. شو اسمه، فايش سووا هذول؟ كتبوا، وانا مسوي عندي نسخ يعني مانوسكريبت، يعني مخطوطات طبعا، صور للمخطوطات اللي ومراسلات اللي كان تصير بين المبشرين هذول الجو الى الشرق وبين روما فاتيكان البابا، عن طريق احدى الوزارات الفاتيكانيه، كان يسموه بروباغندا فيدي، يعني نشر الايمان، وزاره نشر الايمان. فكان يكتبون تقارير عن هالامور هذه. فلما شافوا انه من مستحيل انه يروحون يبشرون المسلمين، لانه ممنوع، لان هناك فيها قتل، فاشني توجهوا نحو المسيحيين الموجودين الذين لم يكونوا كاثوليك ولم يكن يعترفون بسلطة البابا روما، وكان لهم مذهب مغاير. فبدأوا يحاولون بأن يكسبون أو يحولون جزء من هؤلاء الشرقيين، سواء كانوا من أبناء كنيسة المشرق أو أبناء كنيسة السريانية الأرثوذكسية أو اليونانية الأرثوذكسية أو القبطية الأرثوذكسية أو الأرمنية الأرثوذكسية. حاولوا أن يقطعوا، فاقتطعوا من كل هذه الكنائس الشرقية الأصيلة، اقتطعوا قسم، كونوا كنائس كاثوليكية تابعة لهم، تابعة لبابا. هي مختلفة عن الكنيسة الرومانية اللاتينية الكاثوليك الأصليين التي طائفتهم هي الرومانية الكاثوليكية. هذه هي مثلا. فاقتطعوا جزء من كنيسة المشرق، لم يسموها مع الأسف كنيسة الأشورية الكاثوليكية، إنما سموها كنيسة كلدانية. بابا أوجينيوس الرابع سنة
1447 طلع مرسوم قال كل من يتحول من أبناء كنيسة المشرق أو النساطي النسطوري يتبع المذهب الكاثوليكي يسمى كلداني. لماذا؟ إلى هنا حقيقة في علامة استفهام، في كثير من تفاسير حول هاي ليش مسموه، لكن من السريان سموهم سريان كاثوليك، أرمن كاثوليك، لا السريان كاثوليك، بس يونان كاثوليك. السريان هم أرثوذكس. ايه ولكن اقتطعوا جزء، صار سريان كاثوليك، موجودين سريان كاثوليك هسه، اكثرهم كنيسه السريانيه. اكثرهم ارثوذكس، كانوا ارثوذكس اكثرهم، جزء منهم اقول لك اقتطعوا، موجود الارثوذكس هم الاكثريه ارثوذكس، ارثوذكس، واقتطعت كنيسه روما المبشرين جزء وكونوا واسسوا كنيسه السريانيه الكاثوليكيه، لها بطريركه وانا اعرفه، درس معايا، كان يدرس معايا، كان ولد، كان هذه الحالي مالتهم. كذلك الاقباط، كذلك الارمن، كذلك اليونان. فايضا من كنيسه المشرق هذه قطعوا جزء بسموها كنيسه الكلدانيه، والموجوده اليوم عندهم بطرك، وهسه كان البابا من راح العراق اليوم كانوا في اور بابا روما موجودين، فاقتطعوا هاي. وشوف الكنيسه الكاثوليكيه الرومانيه لما اقتطعت جزء من كل الكنائس ما قدرت انه تحولهم الى كاثوليك تمام، يعني اللاتين يصيرون مثلهم، لان هاي عندهم مثل ما قلنا جذورهم الثقافيه مختلفه، لغتهم مختلفه، لاهوتهم مختلف، فقط ركزوا على ان يتبدل المذهب، ان يعترفوا اولا برئاسه بابا روما، ويعترفوا بالمريم العذراء ام الله. ما كانوا يعترفوا يعني بهذا الشيء؟ نعم، ما كانوا يعترفوا بهذا الشيء قبلها؟ لا لما كانوا نصاطرة لا، بس الارثوذكس يمكن كانوا، ايوه، بس نحن نحكي عن كنيسة المشرق ما كانوا ما يعترفون. فسووا هذه، حاولوا انه قدروا انه اول شيء كان قدروا انه يقنعوا اسقف ديار بكر الاسطوري، يعني تركيا ديار بكر. ايوه ماريوس، لان كانوا نصاطرة، هم كانوا تابعين كنيسة المشرق. حتى ديار بكر وكنا احنا ديار بكر كنا نسميه باللغه الاراميه السريانيه الاشوريه آمد، مو كان اسمها ديار بكر، كان آمد اسمها، آمد. فاسقف آمد كان يوسف اسمه، مار يوسف، اقنعوه سنه 1691 يعني هاي آمد يعني نقدر نقول ايضا انه آمدية تجي منها؟ لا، هاي عمادية، هاي آمد بالالف، آمد مختلفة هاي، عمادية شيء اخر. فاقنعوها، حتى بعثوا الى روما، بقى 10 سنين هناك يتعلم اللغة اللاتينية، علموا واصول المذهب الكاثوليكي كله. بعدين البابا اعطى اعتراف انه هذا هو اسامة هناك رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية. زين، سؤال أبونا، سؤال جوهري. هل تعتبر أنه هذا العمل من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عندما دخلوا، و أنا أعتبره استحواذ على هؤلاء الشعوب، استحوذوا عليهم، أنت ماذا تقول؟ طبعا قسم، اذا نقدر ننظر لها من طرفين مختلفين، انه لها ايجابي ولها سلبي. السلبيه مالتها هي انه اضعفوا اكثر فاكثر، كان ضعيفه في الكنائس هذه، اضعفوها اكثر لانه قسموا الشعوب هذه، اي واضح. لكن من ناحيه اخرى، هل المبشرين لازم نعترف هم الذين ساعدوا كل هالشعوب الشرق الاوسط بانه يحيون من جديد علومهم اللي كان تركوها نتيجة حملة، ما خلتني أكمل، حملة تيمور لانك سنة 1396. تيمور لانك الذي كان يسمى ملك الشرق، واللي كان مقره في سمرقند، هذا وكان بوذي لكن أسلم
الاسلام كان وصل ذاك الوقت سنه 1300 في منطقة صار مسلم، ولما صار مسلم حلف اقسم انه سوف اقضي على المسيحيه من كل اسيا، سوف ابيدها واقيم دين الحق حسب هو فكرته دين الاسلام. فبجيش جرار سنه 1396 جاء الى الشرق من هناك، وفي طريقه طبعا كان في هناك كثير من الأديرة والمدارس المسيحية لكنيسة المشرق، سواء في طاجيكستان، أوزبكستان، هند، أفغانستان. ما هي سمرقند هي باكستان؟ لا، هي في طاجيكستان. أيوة. فجاء إلى من هناك بجيش جرار، وكل معالم المسيحية هدموها وقتلوا ملايين من المسيحيين أبناء كنيسة المشرق، سواء كانوا تتار أو مغول أو كانوا باكستانيين، أفغان، طاجيكيين، تركمان، فرس. وجاء إلى أن وصل إلى بين نهرين. طبعا في بين نهرين وفارس وسوريا وتركيا أكثرية أبناء كنيسة المشرق كانوا من القومية الآشورية اللي كانوا يعتبرون نفسهم آشوريين. تمام. صح. فهنا ايش صار؟ شو صار؟ هذا هسه نجي تأثيره على اللغة والثقافة. صار اللي استسلم، قسم استسلموا من خوفهم صاروا مسلمين، قسم آخر قتلوا، وقسم ثالث هربوا، قدروا يهربون ويلتجؤون إلى الجبال الوعرة في شمال بين نهرين وفي منطقة حكاري مسميها في جنوب شرق تركيا الحالية. ذاك الوقت ما كان فيها الحدود. نعم. إلى حكاري. هناك في تلك الجبال الوعرة والوديان السحيقة استطاعوا أن يحافظوا على لغتهم ودينهم ومذهبهم وثقافتهم، ولكن طبعا اندثرتها. يعني ما أقول لك صار انكماش جدا قوي فيها، لأنه فقدوا الكتب، فقدوا مدارس، ما كان، وهناك المعيشة الحياة كانت قاسية جدا. كان طبعا انشغلوا فقط في تدبير لقمة العيش. تمام. فتوقف النشاط اللاهوتي، النشاط الفلسفي، النشاط الأدبي، النشاط اللغوي. فاللغة انكمشت في تلك العصور من سنة، ممكن نقول من سنة 1400 لغاية الحرب العالمية الأولى. مرت هاي هي فترة سوداء في تاريخ الكنيسة، تاريخ الكنيسة المشرق، وفي تاريخ اللغة الآشورية. نعم. اللغة أيضا، اللغة والثقافة واللاهوت والفلسفة كل النشاطات الأدبية. فهنا يجي دور المبشرين الأوروبيين، ساهموا مشكورين في نهضة أو في بداية نهضة اللغة من جديد والعلوم والآداب، لأنه ساعدوا، خاصة ساعدوا أكثر القسم اللي صار معاهم كاثوليكا، وطبعا جابوا مدارس طباعة، صارها ثقفوا الشعب، الآباء الدومينيكان. نعم، ثقفوا الشعب. أيوة حاولوا ثقفوا هذه. فأيضا لغتنا بدأت من جديد تسترجع ألقها، ولكن الطفرة الحقيقية والتقدم الحقيقي والنهضة الحقيقية صارت بعد الحرب العالمية الأولى. كيف؟ وهنا أجي أنا، راح يفهم المتابع كيف صار، وهذه اللغة اللي نتكلم بها اليوم. شو صار في الحرب العالمية الأولى؟ أثناء الحرب العالمية الأولى كان قسم كبير من الآشوريين يعيشون في حكاري، قلت لك في تركيا، عفوا في منطقة حكاري وأوان، بحيرة وان. كانوا عايشين هناك، وجزء كانوا عايشين قرب الحدود التركية في إيران، منطقة سلاماس وأرميا. وهي سلاماس هي منطقتي أنا، أبويا أمي من هناك، منطقة سلاماس ومنطقة أرميا. هؤلاء كانوا قبل الوقت، سلاماس كان فيها دير ومدرسة فرنسية، المبشرين الفرنسيين، ولذلك سلاماس كان كلها كاثوليكي. لهذا أنا نشأت فيه من ناحية والدي في شو اسمه كاثوليكي، في
جو كاثوليكي. اوكي، يعني انتم كاثوليك يعني اصل. ايوه، سلاماس اصل والدي كاثوليك، هم صاروا كاثوليك من سنه 1749. القرن الثامن عشر. اسقف سلاماس. عندي انا نسخه مصوره من الرساله الذي بعثها الى بابا سنه 1749 اللي فيها يقدم طاعته وخضوعه للبابا وقبوله بالمذهب الكاثوليكي وشجبه للمذهب النسطوري ونسطورز وتعاليمه ولا لا 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 الى اخره. اوكي، فمن ذاك الوقت صاروا كاثوليكا. فكانوا الرهبان الفرنسيين مخلين مدرسه ودير هناك وراهبات ايضا كعدهم، فتعلموا الى درجه انه كانت سلاماس اخرجت المتعلمين باللغه الفرنسيه ذاك الوقت في ايران. لهذا اكثريه مدراء الجمارك وعلى الحدود كانوا من قريتنا، لانه كانوا يعرفون فرنسي بالاضافه الى اللغه الفارسيه. فكانوا هاي، ساهموا هم المبشرين من هالناحيه. ومن الناحيه الاخرى بعدين ايضا حسوا او شعروا على نفسهم الانجليز والامريكان. فالانجليز كنيسه الانجليكانيه ايضا بعثت مبشرين، وهذول راحوا قبل على مركز الكنيسه المشرق اللي كانت ذاك الوقت في جبال حكاري في قريه قوشانس. يعني. بس أيوة. انت قلت انجليكانيه، يعني هذول الانجيليين ولا من هم؟ نعم، الانجليكان، الكنيسه الانجليزيه، مو الانجيليه. لا مو انجيليين. الكنيسه الانجليكانيه هي قبل الانجيليه، من هنري الثامن صايره. هاي كنيسه لها اساقفه، لها مراسيمها، لها هذه مثل الكاثوليكيه، بس انجليكانيه ما تعترف برئاسه البابا. الانجيليين هم البروتستانت صاروا بعد البروتستانتيه. اوكي، فشو صار؟ الانجليكان ايضا جو، ولكن شيء واحد جائز يقال انه كثير من هذول المبشرين كانوا جاءوا بلباس المبشرين، قسم من الاستخبارات العسكريه الانجليزيه وكانوا ايضا هدفهم اكثر سياسي. ولكن كان هناك ايضا مبشرين حقيقيين، يعني زي اكو تزييف صار في كل هالامور مع الاسف، يعني استغلال لهالامور. ولكن كان في المبشرين حقيقيين راحوا الى البطريرك عندنا في قشانس، وسووا بعدين قدروا انه يعملوا وثيقه تفاهم بين كنيسه المشرق وكنيسه الانجليكانيه. كنيسه الانجليكانيه تعهدت بمساعده كنيسه المشرق لكي ما ترجع، مو أن يفرضون لها هم عليها مذهبهم، لا، أن هي ترجع كل اللاهوت القديم العريق الكبير حقيقة، وتفسيرها لكيفية المسيح، للكريستولوجيا مالتها والأمور الأخرى الكنسية. وأيضا ساعدوا في تطور اللغة، يعني في استيقاظ نهضة اللغة أيضا بالآداب. فسووا مدارس هناك هذه. فمن هالناحية. ومن ناحية أخرى في أرميا أيضا كان كنيسة المشرق، والأمريكان شو هالمرة الأمريكان فتحوا مركز ودير ومدرسة، وتخرجوا من هالمدرسة كثير من الآشوريين في علوم مختلفة في الطب، وبعثوهم بعثات ذاك الوقت قبل الحرب العالمية الأولى، قبل الحرب العالمية في بداية 1900 بعثات راحوا ناس. وأنا كان عندنا في كركوك باقي واحد منهم كان دكتور، وأنا رايح عنده وتوفى بعدين. باقي من المدرسة كان خريج وراح إلى أمريكا ودرس الطب. كان من أوائل الأطباء في شمال العراق، كان شمال العراق كلهم يجون عنده. فهاجر هو أيضا مع الشعب من إيران إلى العراق مع هجرة الشعب اللي ما أعرف حكينا عنها. وهذه هم يراد لها حقيقة حلقة اللي فيها الهجرة هذه. أنا 2 من عماتي اختطفوا وضاعوا بذاك الزمان. أيوة في سنة 1917. أيوة. أبونا سؤال عندي سؤال، يعني هذا السؤال أنا قبل ما أنسى أريد أسأله، وإذا أنت تريد تجاوبه بعدين مش مشكلة. لكن هو السؤال الوقت الحاضر، نحن لما نقرأ هذه الحروف الآشورية
ماذا نسميها؟ الكلداني ماذا يسميها؟ والآشوري والسرياني. كلداني يسميها كلداني، لغة كلدانية، نحن نسميها لغة أشورية، سريان يسموها لغة سريانية، والآراميين يسموها لغة آرامية. الآراميين ما موجودين حقيقة هسه من آراميين السريان موجودين، يسمون آراميين. نفسهم آراميين لا هسه. لا، آراميين موجودين اللي هم في تركيا. أنا أعرف العديد منهم يقول أنا آرامي. أيوة، من وهو السريان، تركي. من الكنيسة السريانية قسم يسمون نفسهم آراميين. أيوة نعم. آراميين، مو أربن، وهم أتراك. آراميين. هم أتراك. أتراك، نعم نعم، إيه. صارت إيه عندنا نحن. هسه راح نجي، أنا كاتبها كان عندي. يعني أنت شوف، هل تشوف أنت هذا الشيء منطقي؟ يعني كل واحد يجر ايه من ليش لا؟ جهة. لانه صار اختلاط كثير بهالشعوب هذه وباللغات. يعني نحن عندنا من وقت تيمور لانج اللي حكيت لك، القسم اللي قلت لك هربوا الى الشمال وحافظوا على هذه، بس قسم الاخر الذين استسلموا صاروا مسلمين. فشو صاروا؟ ذابوا في الوسط الذي كانوا يعيشوا فيه. الذين كانوا يعيشون في وسط كردي، منطقة كردية، صاروا أكراد، حتى لغتهم وكل شيء، بالإضافة إلى دينهم. الذين كانوا يعيشوا في وسط عربي صاروا من العرب. الذين كانوا يعيشوا في وسط فارسي صاروا من الفرس. والذين كانوا يعيشون في التركي من وسط تركي كانوا سوا أتراك. هسه موجودين على الانترنت، موجود أتراك في تركيا يقول نحن آشوريين، نحن آشوريين. يقول أنا جدتي كانوا آشوريين، بس صاروا مسلمين وذابوا ماذا عن مردين اللي هم في مردين؟ الماردين هم طبعا من الكنيسة السريانية، يعني غربيين هم. لا، بس كيف وصلوا في كثير إلى منهم يعتبرون نفسهم آشوريين، مثل قلت لك هذيك الوقت. كيف وصلوا إلى مردين اللي هي بتركيا؟ هجرة، هاجروا نتيجة الاضطهادات من سوريا. من وين هاجروا؟ من العراق. من وين هاجروا؟ من سوريا ومن العراق. من سوريا ومن العراق. ايوه، سوريا، عراق، لبنان، وهذه المنطقه اللي صار بها اكثر نفوذ اسلامي. شوف، قلت لك عندنا نحن عشائر عربيه وكرديه، عشيره كامله هي كانت اشوريه، يعني من مسيحيه من كنيسه مشرق. عندنا اكو عشيره بالاكراد يسموه قاشوره، وقاشوره هي قاشا هرو، يعني قزم، كان قس عندهم العائله كلها، وهذه صاروا من المسلمين وهذه. فإلى في مثلا العشائر العربيه المعروفه، عشيره شوف، عشيره كبيره موجوده في سوريا وفي العراق. شمر، لا شمر هاي جبور، عشيره جبور يعني جبروا، معناها جبروا على الاسلام. والشرقات ايضا، الشرقات طبعا شرقات، لانه هي مركز الاشوريين الاول، يعني كان مركز الاشوريين الاول، صحيح. اول كان مدينه اشور، يعني هناك، بعدين صار نينوى وخرصابات وغيره. اوكي، فهذه شوف وين هسه نرجع الى يمكن سؤالك الثاني. اللي هو اليوم اللغه اللي يتكلموها الاشوريين منين، وهالقواعد اللي هذه صارت نشأت من اللهجات الآشورية المختلفة. أنت تعرف تحت الحكم العثماني كان طبعا هناك انعزال بين القرى والمدن، لأنه كان النهب والسلب كثير، يعني كان صعب التنقل، فكان تنعزل، خاصة المسيحيين كانوا معزولين، سواء كانوا اشوريين او كلدان او سريان او ارمن او غيرهم، كانوا منعزلين. خاصه نحن طبعا اشوريين يعني منعزلين في قراهم، فكان كل قريه لها لهجتها الخاصه، بس اشوريه، كل قريه لهجتها الخاصه. فعندنا كثير من اللهجات. هسه هذاك يوم شفت فيديو باليوتيوب، اكو واحد اسمه جورج خان، بروفيسور في جامعة كامبريدج. أبوه هندي، أمه إنجليزية، بس عاش في إنجلترا في هاي وتربى في إنجلترا. وهو مدرس للغات السامية. يقول كان عملوا معاه مقابلة ويتكلم اللغة الآشورية، طبعا لفظه شوية غريب يعني، بس حلو اللغة الآشورية يتكلم. وقال أنه أنا لما التقيت بالآشوريين الموجودين في لندن، زرتهم، وانا
يعني تعلمت اللغات السامية، منها العبرية والآشورية والعربية والكلدانية والآرامية هذه. يقول شفتهم أنه يتكلمون، يقول انغرمت بهذه اللغة. انغرمت بهذه اللغة. فيقول حاولت أنه أسمع وأسأل اللهجات المختلفة الموجودة. إلى اليوم يقول أنا جامع 100 لهجة، 100 لهجة. فكان يسموها يعرف شوية أكثر مني مرات. لهجة قريتنا الأصلية نحن سلامس. فقال اللغة السلاماسية كثير هذه. وردت أنا أشوف هاي، ورحت إلى تبليسي، إلى تفلس في جورجيا. نحن كان قسم هاجروا أيضا إلى جورجيا من جماعتنا. صحيح. إلى في جورجيا. روسيا، من ضمنهم أن عمة من عمتي الكبيرة كانوا هناك يعيشون هناك. يمكن هي انقطعت أخبارهم منا في سنة 1956. يقول والدي كان عندنا مكاتبات بيناتنا بس انقطعت، ما عرفنا ايش صار بهم، لأن هم اضطهدوا من قبل ستالين وغيره والشيوعية. اوكي. فالمهم بدك تشوف يعني مآسي كلها، تاريخنا مآسي. صحيح. ايوه. بس بعد الحرب العالمية الأولى من هاجروا، لأنه القرى الآشورية الموجودة في منطقة حكاري ووان طبعا كان اضطهاد التركي عليهم. فقاموا صار بعثوا وفد إلى الجيش الروسي اللي كان موجود ذاك الوقت، كان استولى على منطقة سلاماس وأورميا. بعثوا قالوا ساعدونا حتى نقدر نبقى ونقوي نفسنا ضد الأتراك. يقال أنه ما أعرف شلون الرسالة وقعت بيد الأتراك بخيانة أو قول قسم أو بصدفة بها. المهم فقاموا عملوا فرمان، سميه فرمان يعني اضطهاد على. فحاربوا الآشوريين وقسم ودوهم وشغلوهم وماتوا فهربوا. فالآشوريين كانوا أشداء في تلك المنطقة، كلهم كانوا مسلحين أكثرية الرؤساء. وكان عندهم رؤساء عشائر يسموهم مليكة، مو ملوك، مو ملكة، ملك. فملك لوكم، ملك إسماعيل، ملك خشابة، ملك مع أسماء كثيرة. مع الكنيسة، مع الرئاسة الكنسية كان يتضامنون من أجل الحفاظ على الشعب. فقاموا ينسحبون من هناك. انسحبوا، وصلوا إلى الروس الموجودين في سلاماس وأورميا. فهاجرت كل القرى الآشورية الموجودة في تركيا ذاك الزمان سنة 1915. بقوا في منطقة سلاماس وأورميا مع سكان الآشوريين الموجودين هناك. آبائي أنا ووالدي كان يذكر كثير، أتذكر لما جو هيك كان يعيشون، فانطوهم مجالات في الحقوق، في البساتين مشهورة. بس حتى اليوم أنا رحت زرتها أول مرة سنة 2015. أنا قاربي ما كنت أعرفهم، بس كنا نعرف من بعيد، عندنا أقارب هيك. فرحت زرتهم وراحوا ودوني يشوفوني كل ما، حتى شوفوني كرم والدي وشوفوا لي سباقي كرم هاي كبير 5 هكتارات. قالوا لي تعال خذها هاي مالتكم. قالوا انا شو اعمل بها؟ فموجوده. وقالوا لي شوف هذاك الجامع مبني على ارضكم، هاي ارضكم. هي واحد من احفاد عمة والدي هو مسؤول هناك موجود. المهم فجو الى هناك الاشوريين كلهم. بعدين صارت مع الاسف الثوره البلشفيه في روسيا، فسحبوا الجيش الروسي، انطوا اوامر الحكومه الجديده الشيوعيه في موسكو بسحب جميع الجيوش الموجوده خارج هذه. فانسحبوا. يقول والدي كان قسم من ضباط الروس يبكون، لانه يقولون شو نسوي، مجبورين خليكم، نحن شلون راح نترككم انتم برافوسلافا يعني من عباد الصليب مسيحيين مثلنا، نترككم، ايش راح يسوون بيكم هذول الاكراد والاتراك والفرس المسلمين هيك. فقسم منهم ما راحوا. كان في واحد توفى في كركوك، جاء مع الشعب وهاجر مع الشعب، ضابط روسي كان موجود الى سنة الستينات في كركوك. نعم. تذكر تصور. فبقوا يقولوا تركوا لهم بعض الأسلحة ومدافع بسيطة وهذه وراحوا. طبعا ذاك الوقت هاجموا الأتراك والأكراد والفرس على المسيحيين الموجودين في المنطقة، وقاوموا بس ما قدروا، لأنه وهذا كله كان تأثير سلبي على اللغة، طبعا على الثقافة واللغة. فهاجروا من هناك كلهم. جو الإنجليز
بعثوا لهم شو اسمه، بعثوا لهم وفد، قالوا تعالوا انتم بس اصلوا الى مدينه همدان، هناك نحن راح ننطركم، ننتظركم تجون، نوديكم الى نينوى. نينوى حلم كل الاشوريين، نينوى العاصمه الجباره للاشوريين، نوديكم نينوى. فطبعا صدقوا وجو، فجو في هالهجره هذه طبعا بمشي بين ارميا وهمدان في ايران. هناك يقول فكانوا يتعرضون لهجمات من هجها ومن هجها من الاتراك والاكراد والفرس، يخطفون بناتهم. هناك خطف 2 من عماتي. والدي يقول هو كان والدي الوحيد، عنده 5 اخوات. بس وصلوا الى همدان، بعدين قسم الانجليز اخذوهم وودوهم الى بعقوبه، في مخيم في بعقوبه بالعراق، مخيم. على كل حال يقال انه، انا شايف قسم من الموجودين يعني كان هذه، انه تقريبا ثلث الشعب مات في هالنزوح هذا من ارمي سلاماس الى ان وصلوا الى بعقوبه. وفي بعقوبه ايضا يقول ساءت احوالهم كثير. انجليز كان ينطوهم ارزاق وما ارزاق، بس ما قاموا يهتمون بهم. وطبعا بعقوبه حاره، هم ما متعلمين الحراره، منطقتهم كانت مناطق معتدله ذاك الوقت، يعني حراره ما تصل اكثر من 29 30 درجه. صحيح. ففي بعقوبه شافوا 40 درجه، وهذه كانت تصعد منهم مرضوا ماتوا. المهم بعدين هاي لما صارت هيك، فقاموا بعد الحرب العالميه طبعا الانجليز قالوا كيفكم، روحوا وين ما تريدون بالعراق. فانتشروا في شمال العراق اكثر، لانه جو شمال العراق كان اكثر قريب عن جو مناخهم الاصلي. وكان في قسم منهم ارادوا ان يرجعوا الى حكاري، العشائر التيريه وغيره وغيره. فبس طبعا الانجليز بواسطه اتراك منعوهم، وصار حرب هناك، كما قلت الى قسم منهم وبقوا في العراق. هنا نجي على اللغه. تجمعوا الآشوريين من مختلف اللهجات والعشائر والهذه في 4 مراكز مهمة في العراق: الموصل، كركوك، بغداد، حبانية. في هذه المراكز، صح. أيوة، في هذه المراكز تدريجيا تحسنت أحوالهم المعيشية والاقتصادية نتيجة وجود الجيش الإنجليزي. قسم خدموا في الجيش أو اشتغلوا في الجيش الإنجليزي، وقسم في شركة النفط اللي بدأت بعدين سنة 1927 شركة النفط. اشتغلوا هناك وتحسنت أحوالهم، وأيضا شعروا بالأمان، فبدأوا يهتمون بالمدارس من جديد، وباللغة وبالثقافة وبالتأليف. ففي الموصل أسسوا مدرسة كانت تسمى مدرسة القس يوسف قليته، كان هذا هو مديرها. القس هذا كان كلش ضليع باللغة وباللغة أصله هو كان من إيران، وهذه باللغة الآشورية والإنجليزية مو العربية والتركية، كان يعرف اللغات هذه. فأسس مدرسة هناك وتخرجوا منها كثيرين من واحد منهم قرأنا في الدرس الآشوري. المهم فهناك، وبعدين في حبانية أيضا، في حبانية أيضا صح، وفي بغداد كذلك، وفي كركوك. في كركوك سنة 1949 جماعة أساسا تعاونوا مع بعض، وكان والدي أحدهم، وأسسوا هالمدرسة الآثورية، وأنا درست فيها 7 سنين، روضة و6 ابتدائية درست في كركوك. أيوة في كركوك. وكان عندنا طبعا المنهاج الرسمي الحكومي، لكن يومية درس اللغة الآشورية في المدرسة الرسمية أهلية. طبعا كان في مدرسة أهلية موجودة، بعدين المقبور صدام أممهم سنة 1973، أمم المدارس الأهلية. أيوة، فكان موجودة وأنا درست فيها وتخرجوا منها كثيرين. وأنا اللغة الآشورية اللي أكثر يعني أساسها من هناك درستها في هالمدرسة. هسه أجي أقول في هالمراكز ال4 اختلطت اللهجات الآشورية المختلفة، قلت إلى 100 لهجة تقريبا اختلطت، لأنه عاشوا سوية. اختلطت اللهجات، فظهرت لهجة تلقائيا، لهجة عامة شاملة وهي بيناتهم كلهم.
اي لهجه؟ اساسها هي كانت لهجه ارميا اساسها، ولكن لفظها مو نفس اللهجه. ف ومن كل هاللهجات هذه، تمام. هاللهجه هذه درست فيها المدارس الاربعه، اوكي. وكتب بها كتب في مختلف العلوم، من شعر، من نثر، من قصص اداب، علوم وغيرها. وانا درست هالكتب في هالمدرسه الاثوريه الاهليه في كركوك. وهذه على هذه طبعا تطورت، وهذه على هذه انا خليت القواعد مالتي على هاللغه هاي، سميها لغه. لان شوف حتى اللغه الايطاليه كيف نشأت اللغه الايطاليه؟ من اللهجات الايطاليه المختلفه. لهجه من اللهجات هي لهجه فلورنس، مدينه فيرنسي، هي طغت، كانت لان احلى وكانت اكثر متطوره، تطورت واخذت. وطبعا من اللاتيني، فيها لاتيني تقريبا. ما هي اللاتينيه هي من احدى بنات اللغه اللاتينيه، مثل ما نحن نقول اللغه الاراميه، اللغات الاخرى الاراميه القديمه او الساميه. فايضا اللغه الفرنسيه، اللغه الايطاليه، اللغه البرتغاليه، اللغه الاسبانيه، هذه كلها لغه لاتينيه، هي من اللاتيني. اللاتيني زائدا للهجات المحليه كان عندهم، تمام. اندمجت هذه، والايطالي كذلك. واللهجه الفرنسيه هي صارت اللغه الايطاليه الحاليه، هي لهجه فرنسي مطعمه باللهجات الاخرى. عندي سؤال اخير، اخر سؤال قبل ما نختم. سؤال جوهري. يعني انت الان طرقت على اللغه اللاتينيه ونحن طرقنا على اللغه العربيه. يعني هو سؤالي فعلا جوهري. اذا انا اقرا يعني العرب مثلا، العربيه يوجد 23 بلد عربي، وكل بلد عربي له لهجه خاصه به. لكن عندما يقرؤون اللغه العربيه اللفظ يكون متحد. يعني المصري والعراقي حتى لما يقرؤون اللغه العربيه، مثلا المصري يقول جاء، والعراقي يقول جاء، اللبناني يقول جاء. فلا فيها حتى بالقراءه لفظ النحوي طبعا كلغه، لا لغه هي نفسها نحو نفس النحو، ولكن في اللفظ حتى يعني نحن نستطيع ان نقول حتى اللهجات، يعني نستطيع ان نقول 95% هم يقرؤون قراءه متحده. اذا كانت العربيه، واذا كانت مثلا بايطاليا، انتقلت في ايطاليا واسبانيا ايضا يوجد هناك لهجات. يعني مثلا في ايطاليا يوجد سيسيليا، يوجد فلورنس، لهجه سيسيليا، لهجه نابولي، لهجه كالابريا، فينيتو، شكل كالابريا، هاي كلها. هاي كلها لهجات. لكن عندما الايطالي من اينما كان عندما يقرا اللغه الايطاليه يقراها متحده، ما عدا الآرامية. أنا لا أعرف لماذا لا، الآرامية. حتى الإيطالية، أنا إيطالية هسه لما يتكلمون أو يخطبون الوزراء مالتهم، هذا اسمع بالتلفزيون، أعرف تقريبا هذا من أي منطقة، لأنه مش مشكلة، أنا حتى مش هذا قصدي. لفظ أنا قصدي نفس اللغة الإيطالية النحوية. عندما يقرأ يقرأها بجسمه بشوية، هذه تعرف منه أنه هذا موجودة. هاي حتى فرنسي في عندهم بروفانس وعندهم باريزيان. أنا تعلمت باريزيان لأنه رحت فرنسا بالباريس، تعلمت، دخلت في إسبانيا لا يوجد هذا الشيء. كيف؟ مع أنه في إسبانيا يوجد لهجات أيضا. ايوه موجوده ايضا. لا في كل هذه ما في. انت كنت في اسبانيا، ما اعرف اذا ما لا لاحظت هالشيء هذا. في اسبانيا لا عندهم كاتالونيا. كاتالونيا هذه لهجه الكتلان، لكن عندما يكتبون بها لا مش مشكله. لا انا قصدي عندما يقرا لغه بصف اللغه الاسبانيه. انا من اخذنا رحنا بالسياره، اول ما دخلنا شفت، انا شوي اسباني اعرف، شفت مكتوب على جانب الطريق يطلع يعني طلعه مكتوب صليدا وسورتيدا. صليدا سورتيدا. شوف صليدا وين، سورتيدا وين. قلت بعدين سالت، قلت شنو ليش قالوا ايه صحيح. بالاسباني صليدا، بالكتالوني لان منطقه كتالونيه كانت، بالكتالوني سورتيدا او سورتي من فرنسي. نحن نتكلم الى اللغه يعني مثلا واحد من كتالونيا وواحد مثل من بايس باسكو، اذا يقرؤون اللغه الاسبانيه يقراها نفس الشيء.
نحن ايضا الاشوريين كلنا نقرا نفس الشيء. لا، السرياني لا يقرأها مثل ما الاشوري تقرأ لا، أنت. السوريا ما انا قلت لك عن اشوري اللي صارت اللغه اللي انا أي مع أشوري، كاتب مع قواعدها. مع أشوري اما أنت السرياني انا قلت لك سرياني قبل يعني ولا من زمن الكلداني بعيد ولا الكلداني، انفصلوا يعني. حتى الكلداني لا يقرأها مثل الأشوري. نعم طبعا، انا قلت لك كلداني الى لهجات ايضا خاصه به. لكن لما نقرا النحوي القشمه يعني القديم نعم. بالكنائس، نحن والكلدان نقرا نفس الشيء، نفس هذه عدا خاء، هم يقروها حاء، نحن نقراها خاء لا، فقط. يوجد اختلاف كثير أبونا. اما حتى باللهجات ايه، لهجات لا مثلا لا لا، لهجه حتى في الكيفيه، القراءة، حتى في القوشيه، القراءة، العنكاويه، شقلاويه، ولهجه حتى في البازيه مالتنا. القراءة، حتى في القراءة لا يعني لا، مثلا. لما يقرا اللغه النحويه القديمه يعني لغه ايه ايه الكنيسه، نفس ايه، الشيء يقرا، نفس، ما في فرق. ما في فرق. فقط الفرق هو حاء وخاء فقط. نحن نقول مشيخه، هم يقولوا مشيحه. إيه. اي فقط. والسريان يمشيحوا. هاي مشيحو هم يعني قلت لك السريان من سنه 700 600 انفصلوا. اما الكلدان والاشوريين لا، الى هسه ما كانوا انفصلوا يعني كان نعم نعم. سوي. إذا اللغة، يعني إحنا نريد نختم. قبل ما نختم، إنه ممكن نعمل حلقة أخرى نتكلم فيها فقط في اللغة المعاصرة الآن، ايوه ايوه، كيف ترعرعت جميل. في هذا الزمان، فقط في زمننا هذا، إيه. وما هو تأثيرها على هذول الثلاثة الأطراف، كلداني سرياني آشوري. يعني يكون الكلام فقط في الوقت الحاضر، لأنه نحن انا اذا تطرقنا. اتكلم عن هذه نعم ساتكلم فقط عن الاشوريه، لا عن كلدانيه ولا عن السريانيه. هلا نجي يواش يواش راح نحصر في اللغه الاشوريه التي نعم نشات بعد الحرب العالميه الثانيه، اللي نسميها معاصره، واللي نعم. يسموها حديثه، خاتا لشان خاتا، او مم. سموها قسم سوادايا، يعني سوادي يعني عامي، زين، إذا عام أنت شامل للكل. إيه، إذا أنت إيه. تتكلم فقط على أشورية، ما هناك يوجد أيضا شق ثاني وشق ثالث. الكلداني خلي شوف واحد، انت تقدر تستضيف واحد كلداني يتكلم عن كلداني اذا عندهم. هم ما عندهم، ما اظن عندهم الكلدان لغه حديثه نعم كلغه، انما إيه. لهجات باقيه، اللهجه القوشيه ولهجه الكيفيه ولهجه الشقلاويه. يمكن اللهجه القوشيه لها اكثر انتشار. خلاص نستضيف نحن واحد كلداني، ايه انت ونستضيف استضيف أيضا كلداني، لان انا ما اريد، انا ولو اعرفه لانه كنت 9 سنين نعم معاهم وكنت اتكلم نعم، كل اللهجات وما كانوا يفرقوني عنهم يعني. ونستضيف أيضا واحد سرياني. ايوه استضيف واحد سرياني يتكلم، اساله نفس اذا عندهم حقيقه لغه صارت من اللهجات هاي رسميه، لغه لغه نحويه، لها نحو، لها قواعد مثل لغتنا نحن الاشوريه. انا عندي اصدقاء من كهنه سرياني يقول يحسدونا، يقول نحن نحسدكم انه قدرتم انتم تسووا لغه تتكلمون بها وتكتبون بها إيه قواعديا صح، إيه صحيح. وحديثة. لغة ها مو قديمة، قديمة ايش نعم نعم كنا عليها قواعدها والهذه. نعم. وال سأتكلم طبعا عن هذه اللغة أنا لكي نكون مم. أكثر إذا نحن راح نحدد في واضحين. الحلقة القادمة، راح إن شاء نحدد الله، إن فقط في هذا شاء الله المجال. في هذا، آه، وأتحدث عنه وشلون صار اشتقاقات الاسم نعم بها نعم. والاشتقاقات الفعل بها شلون هاي كلها. شكرا جزيلا أبونا على هذا اللقاء، وشكرا أنك أنت قبلت هذه الدعوة، وإن شاء الله يكون هذا الحوار فائدة لكل الذين يسمعونا، وخاصة آمين. من شعبنا الأشوري الكلداني السرياني، لأنه أنا بالنسبة لي هم الثلاثة واحد، كلدان أشور سريان. أنا بالنسبة لي يعني هم أمة واحدة، هم أبناء أم أمة واحدة. واحدة. نعم. شكرا جزيلا أبونا. إذا عندك كلمة عفو. أخيرة تحب تقول شيء تفضل. نعم، أريد أن أشكرك أنت أيضا، أقدم الشكر لك على هذه الفرصة، وأرجو لك كل التقدم والنجاح والتوفيق شكرا في هذا مشروعك هذا، سواء من ناحية الحوار أو من ناحية الحلقات اللي تتكلم عنها عن التكوين وعن نعم الإنسان. نعم. أتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا شكرا شكرا. إذا أتمنى لك ليلة سعيدة أبونا، أمين، وإلى ليلة اللقاء سعيدة. الثاني. شكرا إلى جزيلا. اللقاء. إلى اللقاء.